السلام عليكم. ليه تشتريه لما ممكن تعمليه؟ وكمان هخليكي تعمليه بالسمنه البلدي وبطريقه سهله جدا وبكل سهوله. اول حاجه زي ما انت شايفه كده، كوبايتين من الميه عليها ذره صغيره من الملح، معلقتين من السكر، ممكن تزود عن معلقتين، دي حاجه بترجع لك، مش بيفرق معانا في المكونات. علشان اللقمه بتاعتنا تكون دايبه ومظبوطه بضيف لها معلقه كبيره من الزبده او من السمنه البلدي. انا في الفيديو هنا هستخدم الاتنين، زبده وسمنه. ولو انتي شايفة ان الزبدة البلدي مكلفة فعندي لأ، سعرها حلو جدا وممتاز واقتصادي، تقدري تستخدميها كل وصفاتك من كتر ما هي سعرها مناسب جدا لكل الناس. المعلقة كبيرة من الزبدة وسيحتها على النار، وهنزلها كمان على المية وادوب المكونات كلها كويس علشان السكر معايا يدوب كويس قبل ما اضيفه على الدقيق. وبعد كده هحضر كيلو من الدقيق وهنزل عليه بالمية اللي هي عليها كل المكونات، وهعجنها كويس بمقدار المية كله مرة واحدة. خلط العجينة بس وقلبيها شوية، مش هنعجن كتير، احنا هنسيبها ترتاح كويس بس. هنلم العجينة كويس قوي يعني هخلي بس الدقيق يختفي كله. انا مش هعجن كتير، يعني لا عجن ولا مجهود كتير. مجرد ما الدقيق يختفي كده والعجينة لسه بتقطع اهي، بس الدقيق كله بس اختفى، هاخد كمان معلقة من الزبدة هختم بيها العجين ده كله علشان يبطل يلزق. هقلبها كويس مع الدقيق مع العجين وهسيبه لمدة ساعة يرتاح. الدقيق في الوقت ده يشرب من كمية السوائل اللي موجودة والزبدة، ويتحفز لوحده الجلوتين اللي فيه، وبالتالي هو هيعمل عرق بدون اي مجهود او عجن. هنا بوريكي اهو ان العجينة لسه ما عملتش عرق ولسه بتقطع. هغطي عليها وهلمها بس كده عشان يبقى شكلها متساوي، وهغطي عليها لمدة ساعة ترتاح. لما العجينة ترتاح هنحضر كوباية من الزبدة وعليها كوباية كمان من السمنة البلدي، وانا هنا مستخدمة زبدة الفريدة بيور، هنزجهم كويس ببعض. وهبدأ ان انا اقطع العجين كور على حسب المساحة اللي هتقدري تمسحيها تفردي عليها. برضو بعد التقطيع هسيبها ترتاح وهبدأ كده افرد. طالما العجينة مرتاحة كويس يبقى بتفرد معايا بكل سهولة. فردت العجينة ودهنت عليها من الخليط اللي انا عملته اللي هو زبدة على سمنة، وهبدأ افتحها كده من الجناب زي ما انت شايفة الطريقة بتشرح نفسيها. انا هنا ولا تعبت في العجن ولا كمان تعبت في الفرد، هي فردت نفسيها وحاجة اللهم بارك. عجينة سهلة جدا هتطلع معاكي فطير مشلتت بكل سهولة في البيت، وكمان هتعمليه بالسمنة البلدي. بس كده، اهم حاجة انك بين كل خطوة والتانية بتسيب العجينة تريح كويس. هتفرديها كده كويس، وبعد كده هتقليها في صينية برضو مدهونة بنسبة كويسة قوي من الخليط اللي احنا عاملينه اللي هو زبدة على سمنة. تفرديها في الصينية وتدخليها الفرن، بتطلع معاكي اللهم بارك العجينة. غير ان هي مرقة، كمان اللقمة نفسها دايبة اللهم بارك وممتازة جدا بكل سهولة، وفي اقل من 10 دقايق بتكوني مخلصاها. هي زبدة الفريدة بيور وفرت عليها كتير وخلتني متحمسة جدا ان بعمل كل المعجنات والحلويات في البيت بكل سهولة. طالع معايا مورق واللهم بارك، وكمان اللقمة نفسها دايبة من جوه ازاي. الفيديو بتاعنا خلص، دمتم في رعاية الله وامنه. متنسوش اللايك والشير للفيديو، وتسألوا عن الزبدة عن سعرها ومكان التوصيل في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله.